بونو احد افضل حراس العالم. الهلال كسب مش حارس، كسب فريق كامل، فريق الحالة يا اخوان. احد اسباب صدارة الهلال للدوري بونو. والله يا وش الكور ما تنشاط. اليوم صدق كورتي، اليوم مباراة ضد التعاون جالس يراقب مدافعي الهلال، ما راقب مهاجمين اللي سببوا خطر على بونو مدافعي الهلال كانوا. وتنبكت اليوم بغى يسجلون هدفين. بونو عنده ردة فعل مو طبيعية ما شاء الله تبارك الله. حارس عالمي كسب الهلال يا اخي. تحس انه مال الجول. تحس انه يا اخي يبغى لك معجزة عشان تسجل فيه هدف ما شاء الله. حارس متمكن، له هيبة في الجول، له هيبة يسيب المهاجمين بالاحباط بالاستسلام. حدثني عن التأثير الذي يقوم به هذا الرجل مع الهلال، أحدثك عن قوة الهلال في هذا الموسم. دائما يقال بأن الحارس هو نصف الفريق. ياسين بونو اللي قاعد يعمل مع الهلال ليس فقط تصدي حارس مرمى لكرات خطيرة، بل وإنما إعطاء الهلال فرصة أكبر في الفوز، بل وإنما إحباط الفريق الخصم بعد ضياع هذا الكم من الفرص اللي ممكن تأتي على بونو. وجود بونو، أنا عرفت الحين ليش خيسوس طلب حارس عملاق. هذا ثالث أفضل حارس في العالم حاليا، لكن في نظري وفي نظر الكثيرين بأنه أفضل حارس في العالم. ياسين بونو والتأثير اللي قاعد يسويه مع الهلال يعني تأثير بصراحة أنه جعل الهلال حاليا أقوى فريق في الدوري. لنفترض لو أنه مثلا يعني انتهى الموسم أو انتهى الموسم بعدد كبير من الكلينشيت، بالتأكيد أنه بيكون بطل الموسم من جانب اللاعبين بصراحة ياسين بونو. وهذا متوقع الآن ظني من يوم جاء عنده عدد كبير من الكلينشيت، لا يحضرني كم، لكن بصراحة الهلال كسب حارس عالمي، مش أي حارس عالمي نافس على أفضلية حراس المرمى على مستوى العالم. تهانينا والله يحفظه من كل شر. ايش فيهم يا جماعة؟ ايش فيهم على بونو؟ ديما بونو، رب الكعبة ديما بونو منقذهم. يا ساتر يا ساتر يا الله يا بونو، ما شاء الله تبارك الله، مليار مرة عليه. هذه صفقة الموسم للهلال يا جماعة، صفقة الموسم للهلال. اي بونو هذا يا رجل، عطني بونو ودخلني حرب لو تبي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. رجال اقسم بالله رجال تتعاطى فيتامينات مرجله. يا رجل لعيبه التعاون ما عرفوا يسجلوا فيه، قام بيتحدى لعيبته انه يسجل فيه. شوف ايش تسوي يا تنبكتي، ايش تسوي يا تنبكتي. لا ياسين بونو انت من عالم ثاني. الف ما شاء الله تبارك الله عليك يا رجل. بونو يعني الهلال دائما في حاله هجوميه، يعني قليل الكرات اللي تجي، ولكن في كل مره تجده يا سلام حاضر ذهنيا ومركز، وفي نفس الوقت اخطاء قليله، قراراته اغلبها صحيحه ما شاء الله تبارك الله. يعني انا حاضر، انا وش ما يصير في الملعب انا اكون جاهز وهادي وتعامل ايجابي وتعامل ايجابي حتى مع المجموعه اللي معاه. بعدين كابتن احمد الحارس الشخصيه القويه بيدي ثقه للديفنس، صحيح. بيخليهم مطمنين زي ما انت بتقول ان معاهم حارس جامد، حتى لو هم عملوا اخطاء هيشيلهم. حتى في الحالات اللي الهلال ما يكون في المستوى العالي او اللاعبين او الفريق ما هو في قاعد يقدم مستوى، هو حاضر وجاهز ومركز، وتحصله مهما يتعرض من الضغط من الفريق المنافس اللي هو جاهز. شفنا في اكثر من مباراه، صحيح. حتى لو نزل مستوى اللاعبين هو يكون واقف.